تصدقوا إنه فتة البطاطا الحارة اللبنانية طلعت إشي فوق الخيال. أنا بعرف إنها جديدة عليكم وأول مرة بتشوفوها، بس حرفيا إذا دقتوا علقتوا. يا الله شو طيبة عن جد، ولا هالصوص اللي على الوجه يا ويلي رح ينقل معاكم البطاطا من مكان لمكان تاني. أنا كتير حابة إني أحمسكم وأحرقصكم تقوموا بعد هالفيديو تعملوها فورا، لأنه الأكيد منه إنه مكوناتها بكل بيت، لازم تجربوها. كالعادة أحبائي ما تنسوا تعملوا لايك لهذا الفيديو فضلا ليس أمرا، كتير هذا اللايك بفيدني وبيدعمني. وننزل على التعليقات ونصلي على الرسول ونقول بسم الله ونبدأ. عندي هون كمية تقديرية من البطاطا، حنقطعها لمكعبات، بس المفروض المكعبات تكون معنا شوي كبيرة بهذا الشكل، ما تقطعوها صغير لحتى ما تدوب معاكم ولحتى كمان تطلع معاكم أطيب وأطيب. تمام، حخلص كليات الكمية بنفس الطريقة والشكل اللي واضح قدامكم. كتير مهم عنا انه البطاطا اللي حتستخدموها تكون للقلي مش تبعت الطبيخ، وهذا الشيء بتقدروا تميزوه بانه قشرة البطاطا بتكون من برا رقيقة او صفرة او حمراء ومن جوا كتير بيضة. هذا الشيء اللي بتقدروا بس تميزوا فيه البطاطا تاعت القلي. بحط البطاطا بطنجرة وبغمرها بالمي وبرفعها على الغاز. بعد الغليان بحسب لها دقيقتين، ما تخلوها تنسلق معاكم ابدا ابدا ابدا، لو سلقتوها كتير رح تدوب منكم. بمجرد دقيقتين مش اكتر من هيك، ويفضل المي تكون باردة. بزيت غزير رح اضيف البطاطا وحبدأ اني احمرها بالطريقة والشكل اللي واضح قدامكم. خلوها تاخد معاكم لون اشقر جميل. اول ما تحمرت معي على طول بشيلها وبحطها على ورق تنشيف المطبخ وبتركها على جنب. عندي هون شي قرن كبير من الفلفل، رح اضيف سنان من الثوم وبضيف رشة بسيطة من الملح ورح اضيف معلقة كبيرة من الكزبرة الحب الناشفة، ولو كان موجود عندكم كزبرة مطحونة برضه بيمشي الحال، فيكم تضيفوا لحد نص معلقة كبيرة من الكزبرة المطحونة. رح انقل الفلفل والثوم والكزبرة اللي هرسناهم مع بعض مع شوية ملح، بهرسهم كتير منيح، وبضيف عليهم معلقة كبيرة مليانة من هريسة الشطة، أو في ناس بيقولوا لها معجون الشطة، بشيلها على جنب. عندي هون بمقلة كبير رح أضيف 4-5 معالق من الزيت الزيتون حسرا، وهون الحرارة بتكون عندي على الوسط. بنزل بكمية الفلفل والثوم والكزبرة اللي دقيناهم مع بعض، وببدأ إني أشوح فيهم بالطريقة والشكل اللي واضح قدامكم. ما بحمرهم كتير أبدا، بمجرد يعنيني أقل من دقيقة. أول ما بيبدأوا هيك عندي يتحمصوا على طول بضيف باقي المكونات. عندي هون البطاطا أنا بس ضفت لها رشة بسيطة من البابريكا لحتى بس عزز اللون، وفيكم تستغنوا عنها البابريكا ما في مشكلة. تمام، عندي هون ما يقارب نص حزمة من الكزبرة الخضراء. تمام، وبضيف عصير حبة من الليمون أو نص حبة من الليمون لو مش حابين الموضوع يكون معاكم كتير مزز. تمام، بدمج كل هاي المكونات مع بعض، وكيف ما قلت لكم هون الحرارة بتكون عندي على الوسط. كل الموضوع ما بياخد معي دقيقة واحدة بس. رح انزل بكمية البطاطا كيف ما عم بتشوفوا، وببدأ اشوحهم برضو لياخدوا النكهات من بعض، لمجرد برضو دقيقة مش اكتر من هيك. في اذكى من هيك، في اسهل من هيك، ولا احلى ولا اروع ولا اطيب من هيك. حرفيا لو جربتيها علقتي ابدا، رح تصير من ضمن اساسياتكم. خذ هيك على السهره هفعك بعبالكم هيك بطاطا بشكل مميز وطعم غير شكل، عن جد عن جد بتشهي. وهلا للصوص العظيم اللي عن جد بشهي. عندي هون كميات متساوية: معلقتين من لبن الزبادي اللي هو نفسه الرايب أو اليوغورت، عندي أيضا معلقتين من الطحينة اللي هي نفسها الراشي أو الرهش، رح أضيف عليهم ربع معلقة صغيرة من الملح، رشة من الفلفل الأسود، وبضيف عصرة بسيطة من الليمون. تمام، وبدمج كل هاي المكونات مع بعض، وهيك أطيب صوص ممكن تكونوا جربتوه بحياتكم صار جاهز. ولنطبق فتتنا، عندي هون كمية منيحة من الخبز المحمص مقلي أو مشوي كيف ما بتحبوا، رح أضيف عليهم كمية منيحة من الخس بلدي أو الآيسبرغ برضو كيف ما بتحبوا، رح أضيف فوقه البطاطا اللي عملناها مع بعض. تمام، وهون لو كانت باردة ما بيمشي الحال، ولو كانت سخنة أطيب وأطيب. رح أفرد كليات الصوص الأبيض اللي عملناه مع بعض. تمام، ليغطي كليات الوجه بالطريقة والشكل اللي واضح قدامكم. بزينها شوي بحبات الرمان إن وجد. تمام، وبحط لها على الوجه شوي من الكزبرة لحتى بس أكسر لون. لو حبيتوا برضو هيك على الوجه تحطوا شوي تاني من الخبز المحمص، ولا أحلى ولا أروع. صبايا وستات متابعين الحلوين، بالهنا والشفا مقدما، وباي باي.